السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن أكرم توفيق. أكرم توفيق ومشاكل أكرم توفيق في النادي. أكرم توفيق ده من أكتر اللعيبة، يعني الواحد احتار في أمرهم يعني. طبعا كلنا عارفين إن أكرم جاله عقد من قطر، تمام. العقد ده بمبلغ، يعني هو العقد بمبلغ كويس يعني. التوتال في العقد المفروض ان هو ياخد في التوتال في الثلاث سنين بتوعه حوالي 2 مليون دولار في الثلاث سنين، يعني في حدود 200 مليون جنيه. ده المعلن، تمام. اكرم طبعا في البدايه، في بدايه التفاوضات دخل اتكلم مع النادي وتفاوض مع النادي. طبعا النادي قال له ان انا يعني اقصى حاجه اعملها لك هديك شريحه اولى زي اي لعيب عندي بياخد شريحه اولى. طبعا اكرم اما بيجي يقارن مبلغ كبير، طبعا بيتكلم في 200 مليون جنيه. بيجبيره مثلا هياخد في السنه في الاهلي ايه 22 مليون 23 25 مليون، طبعا غير الاعلانات هيقفل له كام برضه، فمش هياكل معاه القصه دي خالص. فطبعا اكرم بالنسبه له بيقارن، هتيجي في الاهلي في مقارنه هتخسر. يعني عارف انت لو جيت قلت لي اصل انا جاي لي من بره 10 جنيه وانا كان في نيتي اديك 10 جنيه مش هديها لك. ده الاهلي معروف، الاهلي ما بيقفش على لاعب، هو ما بيحبش الحته دي في اللاعب. ما يجيش مثلا زي مثلا رمضان صبحي اصل بيراميدز هتديني 50 مليون، انتوا هتديني كام في الحته دي؟ انت كده دخلت في حته سد. مع ان يعني حوار اكرم شبيه شويه بحوار رمضان، مع ان رمضان ابننا لكن اكرم يعني مش ابن النادي. القصه كلها كمان في حوار اكرم ان اكرم ده لعيب جاله 2 صليبي مع الاهلي. عارف يعني ايه لعيب يجي له 2 صليبي والنادي يصبر عليه؟ النادي صبر عليك 2 صليبي، انت 2 صليبي ده كان زمانه معتزل من 5-6 سنين، لكن الاهلي صبر عليك قفك على رجلك. هنتكلم بقى في قصه لان في كلام دلوقتي طالع، اصل انتوا بتقولوا ان الاهلي هو اللي عالجني، وهو طلع يقول لك لا، يعني في تصريحات كده ان هو طالع لسه هيوضح قصه العلاج دي دارت ازاي وكده. انا ماليش دعوه بالعلاج، ان شاء الله يكون الاهلي ما عالجكش، بس على الاقل صبر عليك يعني ايه؟ خلاك ترجع للملعب تاني. لعيب غيرك كان زمانه ما بيلعبش. اتفرج على محمد محمود، لو حد فاكر محمد محمود ده لعيب عالمي لعيب مهارات، بس جاله 2 صليبي برضه، صليبي في صليبي، خلاص اللاعب يعني ما تسمعش عنه دلوقتي. انا مش فاكر اخر حاجه كنت فاكرها كان بيلعب في الاتحاد باين، ما اعرفش دلوقتي والله بيلعب فين، خلاص مات. انت الاهلي بقى حياك ازاي؟ انه قعدك في النادي، خلاك تلعب في النادي، خلاك تاخد بطولات، خلاك رجعك للملعب. رجعك ايه؟ ما رجعكش مع فرقه كسر، ما رجعكش في فرقه درجه ثانيه، ما رجعكش وانت بتلعب على الهبوط مع فرقه مثلا بتحاول تصعد. لا، انت بتلعب في الاهلي بتاخد بطولات. غير انك بتاخد بطولات، انت اسمك موجود لسه في الاهلي، اسمك كلعيب في الاهلي ده حاجه لوحدها يعليك، ده يخليه يجي لك عقود، يجي لك سبونسر، اعلانات، بتمسك فلوس. طب دلوقتي اكرم توفيق بيعمل ايه؟ اكرم توفيق بعد ما دخل في المفاوضات مع الاهلي والاهلي قفل المفاوضات خالص معاه، دلوقتي هو بيقول لك راح، المفروض ان هو مضى خلاص بقى، المفروض ان هو عدى شهر 1 وشهر مفاوضات، وانت اصلا ما مضيتش، ما جددتش مع الاهلي، فمن حقك انك تمضي. فهو مضى، وجات لنا اخبار ان هو مضى. بعد كده الوكيل بتاعه فتح الكلام تاني مع مين؟ مع اداره النادي الاهلي على التجديد. طب يا جماعه ازاي عايز يجدد؟ الباشا هناك قال لك انا ما مضيتش، قال لك انا عملت بس عقد مبدئي كده. طب العقد المبدئي انت بتلوي بايدينا يعني ولا ايه؟ مش فاهم يعني، انت بتلوي دراعنا يعني بالعقد المبدئي ده؟ لا يا باشا، الجمهور في الحته دي بيقف مع الاداره، بص قلبا وقالبا، انا واقف في ظهرك، ميتين اي لاعب يعني. اطلع بره النادي، روح شوف حالك يا بيه، روح شوف دنيتك، روح شوف حالك، وانت زيك زي غيرك. اصل يعني انت مش تبقى بالنسبه لنا احسن من رمضان صبحي يعني؟ ده ايه يا عم اكرم؟ ده احنا اللي عملناك، انت يا دوب لعيب بتلعب مصارعه في الملعب. قعدنا نقول لك اكرم رجوله، فكرت نفسك لاعب وهتتفرد علينا؟ ما فيش الكلام ده. فهو في الاول وفي الاخر النادي خلاص قفل الباب وقال له انت اللي ليك عندي قد كده. المفروض بقى انت لو كنت لاعب محترم وبتحترم تاريخك في النادي كنت مضيت، جددت مع النادي ومشيت من الباب بتاع النادي. لكن انت اخترت انك تسوقها بدماغك، دي حاجه ترجع لك.
ما تجيش في الاخر ترجع تعيط. الست شهور دول انت هتريح على الدكه، ولو هتلعب هتنزل كده 3 4 5 دقايق. اصل انا مش هعتمد عليك، هعتمد عليك ليه؟ ما انت كده كده اصلا لاعب، انت سايبني وماشي، انا هعتمد عليك ليه؟ ف يا عم اكرم ربنا يوفقك. بس النادي الاهلي انا بحب جدا الموضوع ده في النادي الاهلي الحقيقه، ان مفيش لاعب كبير على النادي. انت ليك معايا قرشين، عاجبينك مش عاجبينك يا باشا على طريق السلامه، النادي ما بيقفش عليك. دي اقوى حاجه، يعني اقوى حاجه بحبها في اداره النادي الاهلي، كلمته واحده. انت بقى كلاعب مش عايز تقدر ده، دي حاجه ترجع لك. وربنا يوفقك يا اكرم. وان شاء الله النهارده في ماتش الاهلي والغزل، في ماتش برضه الزمالك وفاركو، نتابع مع بعض ونشوف اللي جاي ايه. لو عجبك الفيديو يا ريت تضغط لايك وتعمل مشاركه في القناه عشان تشوف كل جديد، وتابع معانا كل جديد ان شاء الله. صباحكم بيضحك.